على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو بحاجة؟ تمام. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الجمعة سنتكلم قليلا حول ما يقوله بعض علماء الغرب المستشرقون أو المستشرقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا قد وصلنا إلى مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأحببنا أن نؤخره عدة أيام. لذلك اليوم سنتكلم بعيون أو بكلام أو بلسان الأجانب الذين تكلموا في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبكيف ينظرون وكيف يحللون شخصية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعيون غير إسلامية، هكذا نقول. برايد عزيز في حفته حياة پیغمبر ام دویدا دیلن ام گیشتن روی نخوشینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوان روزی هانیجی بلا که امید حفته کده نقدینن ماكو برابه مينا ام چان رو کی پوسه کی بدنه پوسه بکرمانجی پوسه يعني بطلان بکرمانجی بجن بطل يعني وست استراحته کی بکن دسه حفته پاش ام جاره کادی دوام بکن ان شاء الله. ایرو ام بحثا زمان عرب آدایای زمان اسلام دجوانات بجن مستشرق اوه که علم روجهلات گرتنه. شرق معنا روجهلات معنوی، يعني وان کسی که هاتنه علم روجهلات اوروپینه روسینه امریکی بنکینه خبردان وان سر حق حضرت محمد صلى الله عليه وسلم. وان اوان مچه چعبی تماشای حیاتا بی پیغمبری کلی صلى الله عليه وسلم جانا ام مسلمان چعبی تماشات کن بله نهرتنا ما قالك مهمه، يعني ام چوا بی پیغمبری دینه فقط جارنا انسان نیارته انسان کی خریب او کسی که ایمان او نوکاته که حضرت محمد نگوتی است پیغمبری منی فقط به بخاطر ذاته کی پرمازنه، يعني از نکارم این کار بکن بخبردان وان بزمان وان امی بحثا حیات پیغمبر وان در حق پیغمبر دا چه گوتیه انسان کی چه وادیتنه لورا بله هنا کی به ادب هنا کی به اخلاق هنا زمان خل پیغمبری مدرش کردن صلی الله علیه و سلم فقط لهمبر وان قال لك انسان دیجی هنا کو او تشتی قال لك مازن در حق پیغمبر دا گوتنه بلکه شخوناتی عقل مجی اما ها نه فکری نجی فقط اوصاب تشتی کی دید بجن مر سبحان الله خدا چه عقل دایه عقل مسلمان وعقل نه مسلمان عقل كرديد بيجن كلمه تركيه برای عقلیه که يعني عقل براستی تشتكي قال لك مهمه اجا متماشا كن اوان انسان هانه که بحث حیات پیغمبر چوا کرنا عليه الصلاه والسلام وبحث دين اسلام چوا کرنا. طبعا هناك رجل فرنسي كاتب له كلمات حول انتشار الاسلام وكذلك له علاقه بحياه النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول ينتشر الاسلام بمجرد الاختلاط والمعاشره وحب التقليد بدون أدنى إكراه. كثير من الناس يدخلون في الإسلام لأنه يخالط المسلم يتكلم مع المسلم ويجلس مع المسلم، هكذا ينتشر الإسلام. وكثير من الناس دخلوا في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عاشروه رأوه تكلموا معه فعلموا بأنه رسول. هذا وجهة نظر أحد علماء الفرنسيين، هكذا يقول بأن الإسلام بالاختلاط المباشرة تتكلم خلاص ينشرح صدرك وقلبك وتحب أن تدخل في هذا الدين. هذا كلام أحد الفرنسيين كاتب ومؤلف. مثلا كي فرنسي تشتكي دبيجا إسلام سر إسلام يقولتيه ومعنا جانا كتبين إسلام قصدهم بيجيانا بيخنبره صلى الله عليه وسلم. دبي إسلام دينك هما بداين وساندن بلاد و داين وساندن سلام عليكم عليكم السلام هوالتي برادري مرحبا تشواني تشتكي اوك لك اتش اسلامي حسكرجي او قصه تشتكي خوشه يعني بزوريننا بليداننا بتهديدتنا. يعني مثلا تاريخ بحث ك ماليزيا اندونيسيا فلبين وتايلاند حتى ام كرد مبخوجي بل انك انا دركتنا دبي سري كرداجه كنا دروات كن دولت ما كرداوي وقتتنا بو اللي قال لك نويسكار يعني يازار دبی ملت کرد بلا کبری باوری که وانه وکا از زردشتی هبو دبی زردشت برکی پیغمبر به یعنی او صد ام تشتکی نابیشن فقط کرد جی دبی قوم کی نیت وان و ایمان وانا بری اسلامی هبو دما که هیزا اسلامی هات مسلمان هات تماشا کرن گوله اوانج وکا منه تشتی کم بیشن و اوانج عینی تش مراد بیشن دیکتاتوری تنه ظلم تنه بی اخلاقی تنه تعدیل ملت ناکن عدالت هي وكفتي هي براتي هي سروكي وانو عسكري نورمال كي لك هفن هذا اسلام كات عالي ولات مدى
فارس هاتن فارس و کرد جیرانه بود هاتن تماشات کردن دنیرد کو کا سروک و گولا فلان کس سروک چادرای نورمال عسكر چادرای نورمال که لک روش نه ببراناند خود الله الله انا ايوه وهات كن والله وهات كن حتى اك وطن مكو مدينه جي خليفه بديتنا خليفه شغل حدير ونشتياكي وكوانه قصراويتنا قصر سبيتنا يعني الله الله وانا چوانه گولم انسان وهانن به في شكل هانه بدايلو سندنا نورمال به حوالتي بكرماجيد بين تيكلي دبه تيكلي اسلام بلابيه اولا راست تيكلي اسلام بلاد يعني به في شكل هانه افيان هرتنا كيف اسلام چواته بلا كرنت كبناوا انسانا ابيا يك هناك رجل آخر من الهند قد سمعتم به اسمه مهاتما غاندي هذا الإدرا غاندي كما نقول عائلة الغاندي هو يقول سأقرأ كلماته أو كلماته بالعربية أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر گاندی سروک هندستان برای آنوان سروک وان کبن 1900 امبیجن 20 و 40 واتی که فرانسه را بریتانیا را شرط کرد گاندی وان مشهور هست اوی جل کیسپیا که کفن لخو کرد میرکی وکایت نبوها نبسلمان بو اما براستی عفرم جرا گو بریتانیا دولت ما اشغال کریه احتلال کریه کردی بین داگر کریه یعنی اشغال معنی اوه گو گرم لهمبری مجادله کی بکن شر بکن اوی بسلاح نتقان بويكوت زانت نه بويكوت اكيور ام دبيجن اغازي بويكوت بكم تشب مالت تشب كي غاجل مال خناكم جلي ملاتي كفن ما عمري هنا تي فوتوغرافي انا وال خو كركابرا غوانا ملاتي من ازبانا الخوتكم جلي وال خناكم لكدا شو تبي وانجل سبيد غاري يعني ميراني وساكنه تسروك ملتا كيبي تبيجي ابيا نهار ابن از جلي تناقص لينم خبردان ام بيجي تشكيتات وكم ميرابكي جامر جلي وان درخست جلوان هندستاني وقت جلي ما إحرامي أويل خوكر يعني إيجابي قاندت بيت شد بين مخواست الصفات أو سروك رجل شخص ظلامكو قلبه بمليون إنسان بيفا قريدايا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم دم مخواست أسفعمكم هذه شيء إنسانه أو إنسانكو بمليون إنسان بي وقت مليون بو أنا بونا نزل 2 مليار نزل 2 مليار إنسان قلبه وان بيفا قريدايا أبيا شيء إنسان عجبا او قسم ملت جاي حست كم خاص فيها ناس بكم دبي اجا من خاص مخان مين كتاب اخوان دبي لقد اصبحت مقتنعا كل الاقتناع ان السيف لم يكن الوسيله التي من خلالها اكتسب الاسلام مكانته اي انتشار الاسلام لم يكن بالسيف هو يقول اقتنعت الى هذا الشيء والان انا اعتقد بان الاسلام لم ينتشر بالسيف بل باسلوب الجميل من هذا الرجل دبي بشتكم من خوان از گیشتم قناعتکی یقینی هم چه بو باوری ایمان مهاتکو اف دین هانه کوی پیغمبر آنیه اف دین به شور بلا نبو شور زانه چیه شمشیر به وی شور بلا نبیه به قناعت به خبردان مثلا آنها که ملت ما کتبه مسلمانن اش قوم ما جناف دهنه دبی وانا سریع به 100,000 انسان سریع وانجه کرن حتی که ملت کت اسلامی و هاد بجم سریع وان پرجه کرن حتى در حق ما داد بيرزال كو 50,000 كشته 7,000 كشتنه دبيجن فقط كابراي كو بوزيه هنديه نفس المانه دبي پشتكم في كتاب هانه خوان من حياه پیغمبر خوان حياه حضرت محمد خوان صلى الله عليه وسلم من قناعت اني كو اف پیغمبر هانه اف دين هانه بشور بسلاح بلا نبيه يعني شقات تشتكي كو انسان دقت كسره بل كان ذلك من خلال بساطه الرسول بساطة معناه أي ليس متكبرا حياة طبيعي جدا أنا بسيط حياة طبيعية يعني مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته دبيت تشتيك منفعم كر أف إسبيخنبري هاني چوا ديني بلابو عربيت بجن حياة بسيطة يعني حياتك بر نورمال بسيط معناه نورمالة يعني حياتك وكينو الله ننا پنجی حبل دورایی بکچیتنن سکرتر و سکرتری ویتنن قصرا ویتنن نظام سلطانی ویتنن تلفون ویتنن نابج نظام چک تنه حياتك پر نورمال يروم جيكي دا خوان دبل هنكي دولتا دا سروكك ياجي وزيرك بعربي كتجيكي تدي يك دريفتك لو قلت خويا پیشين دا يك دريفتك اجا يك جي قلت خويا پیشين فتك يك دري اوي ويفتك او جت دري في انه فتك سيح بنها
يعني جبونك ام بيجن فلان كش عربا خدر كبه ابي كد جي پیشاوی ده در پیشاوی ده او ته در ویاوت که او جته یک دریوت که یک ته دریوت که او ته در ویاوت که پیغمبر تشکیل ساکن اوت نبو مالکا نورمال خوارنکا نورمال خبردانکا نورمال جلیوی نورمال بریوات شو نورمال خلقی دهات گو که محمد لکیت گو از وامی جلکی تایبت خونت کرها روکی یکی عرب تدبی کانی کوری عبدالمطالب لکیه او دبی از وامی از وامی یک روکی تی فقیر و دترسه او درچفه پیغمبر فهمت که که بیاجه ترسیه گوتی خیکا پیغمبر تشکی چوایل دورا ایچ خاصا انسان بسیلحنه دبی کرو ولا نترسلو اجی لای جنکه کی ما کش خود نان حشک تخارب کرماجی قدید نان حشک گوشت حشک از لای جنکی کنان حشک خواریلو او قصا نترساج من از انسان کی نورمالم دبی یک حیات فی پیغمبر پریا حیاتا که نورمال بو او شفره مفره و لغز و مغز و نظام کرمانی طلسم جراد بین طلسم تشتی که حیاتا که نورمال بو اویا یک اوا دویا پریا که ایمان ای بو خدای بو قوتلی بو خدای من آریکاریت که رب من آریکاریت که رب من دستک دمن آد دویا ایمان ای بو خدای پر بو اوا سیاد گو دین من حق ریام ریا راسته یعنی مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملت مکه پر بازار کرد 7 و 8 کرد چکرن جواب اخرى گو والله ملت مکه روجه تخن دستکی من هیوی تخ دستکی دن بن روجه و قسم مازنن جمرا بيجا تجوي ديني دور كذا اجوي ديني يعني دور ناكذا ايمان او قمازنا يعني هذه الصفات هي التي مهدت الطريق افان تشتي يقول جان بيغمبران افانا رايا اسلام بكر بيغمبر في شكل بسركت وتخطت المصاعب وليس السيف بعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني ربما درس كتاب كان مؤلف من جزئين من حياة الرسول وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف على أكثر من حياته العظيمة أواني اللي بيش فرق دنجي وانتي ها قير ويا دقت بكن دبي دجل من كتابه يخوان دجل دي قديان دبي خوازي كتاب قادن يجهبونا من حياته في پیغمبر بخوان ده ماكي وقت دستي دا پر يعني تقريبا 8 سال بري 9 سال بري پر ترجمه نبونه دبي خوازي كي دي جهبونا من هذا ده بخوان ده حياته في پیغمبر الناس بكرا طبعا يكي دني عيني ده تشتكي ده پر مازن دبي يكتب دبي لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد دبي محمد طبعا اوروبی نابن حضرت محمد ام بجانب پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام پیغمبر خدا دبی سروککی سیاسی بو سروککی عسکری بو سروککی دینی بو هر تبونجی فقط لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة كان رئيسا دينيا وسياسيا وعسكريا بمعنى الكلمة ولكن لم يكن لديه آلاف الجنود ولا شرطة ولا هكذا تشتكي ديش دبجاء اف انسان هاني سروك بو رهبر بو فقط لقورا زمان آنا تديك مثلا سروك دولتي چقاسا بكچي وي هنا پارستي وي هنا عسكري وي هنا بوليسي وي هنا الله الله هنا تشتكي وساكنو الجمعية نبو هما هر كسي قبول كر خبردانا كي تقو ویاجی قبول کرد ویاجی قبول کرد ایدیش قبول کرد وانا تف پیغمبر قبول کردن علیه الصلاة والسلام طبعا وانا براستی تشتكي بر مهما يكي ادنش تشتكي دي قوتيا هناك مستشرق فرنسي كذلك يقول كان محمد انظروا الى هذا الشيء وهذا ما نحتاج اليه يقابل ضروب الاذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر فعامل محمد قريشا الذين ظلموا اعداء له 20 سنة بلطف وحلم هذا هو الحلم الذي استطاع أن يكسب قلوبهم أعداؤه في النتيجة أحبوه لأنه كان حليما معهم يكي دنيش دبجات دبي سر پیغمبر دبجات دبي نياري وي ظلم كرن حقارت اللي كرن لهمبر وان صبرت كر دلي يفربو براستي إيرو تشتي كجمارة لازمة صبر دل فربون دل يتقرى فربه صبرة هبه قريشية تقريبا 19 سالة 20 سالة ظلمي ليكر صبر كر صبر كر صبر كر اما ما كان شخص اكيد جار سيجار چار جار اوات تشتكي مع عاجز بك يا ميدوكجن يا حتى بمرن بيرا خبر نادن يا لعنتك ليتينن فقط حسابك پیغمبر
يعني صالكي دو سي بينج حفت حش نه ابو سفيان د صاله فتح مکه ده سال 8 هجری ده ابو مسلمان 8 سال هجرت و 13 سال مکه که چقا 21 سال 21 سال پیغمبر سر صبر کردی یعنی داوی پیغمبر بو زاوی که چاوی رای زوجی او بیاش خاص کنی و بیا که چمرا زوجی او خاصال همبر مصبر کرد داوی ابو سفیان خوب قربان پیغمبر جی کرد دریا پیغمبر ده چاوی تیر لکت کور بو چاوی یعنی حسب که اوقاس نیاره مازن عکرمه کره ابو جهل اوقاس که بابی نیاره پیغمبر بو ولكن عکرمه بو ظلامه کی محترم و جریا خواده داشت بونه خاطر اسلام هات شهید کردن هات کشتنه طبعا يعني دل فرابون ابي تشتكي بر مازنت حياتها پیغمبر دا كو وان اوروبايا في تشتيانت بيجن تشتكي دي اجوارا بيجن تسا هنا كي اوروبي في كلمه بيجن وفي ام خلاص بكن فقط خوازي كرماجي جوارا بيا بيجن خوازي مد كاربون هنا كتاب اوروبايا اوروبي وامريكي وروسي ابي ناب سلمان نفسكار وان ابي بعاقل ابي انسان زانانا انكي بادب واحمق وانا او نا تشتي در حق پیغمبر در نفسان نخوازی مدکاربون بخونده خوازی فقط امش خواندن حسناکن لورا بنیرن هر انسان که عقل کیوان هی وان اروپایی چقدر تشتي خوشک اوان بعقل کو عقل مروا بد کن چعب مروا بد سبحان الله ام قوان فکرنا ام وانا فکرن فقط اوان بشكل اكيد علم اوروبا تشتكي دي زانبون و نوک اما جدای اوان جدای اما رجحلات ناویندا اما هردم پیغمبر مهبونه هردم امدو پیغمبر چونه خبردان که مه یا خبردان ابي پیغمبر یا ابي پیغمبر هانه نصيحت وانن صلاه و سلام خدای سروان بر فقط اوروبي يعني صالح داوود هم بجن حضرت عيسى ديت نوكي دي ديانات اوقال اوروبا ديانات تنن ايماني كيم بونه فقط پشت گوت خوینن عقل کیوان خوشک چید به عقل کیوان مازن چید به یکی در حق پیغمبر داوها گوتی علیه الصلاه و السلام أزياب عربي بجم داوية هناك رجل من الغرب كذلك مفكر اسمعوا هذا الكلام جيدا هو يقول يحلل ويأتي بالدليل على صدق النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حسب عقلي أعظم دليل على أنه نبي هو إيمان أقرب الناس إليه إيمان أقرب الناس إليه نحن أحيانا نقول كلاما من يدري بأننا صادقون أم كاذبون زوجتنا صديقنا أولادنا فكثير منا نأتي إلى المسجد زوجته لا تأتي كثير منا نقول للناس هذا حلال ولكن نحن نعمل زوجتنا تعلم بأننا نكذب في هذا الكلام غير صادقين فيما نقول ولكن هذا الرجل يقول فحينما قال محمد بأني رسول الله أقرب الناس إليه صدقوا وعلموا بأنه صادق أبو بكر كان صديقا للنبي زوجته خديجة كانت زوجته أولاده أول الناس إيمانا بهم هؤلاء لأنهم كانوا يعلمون بأنه صادق فيما يعلم لم يجربوا عليه الكذب قط كلامه حقيقته ومعيشته كلامه هذا أكبر دليل على صدق هذا الرسول بأنه حقا أرسل من قبل الله عز وجل كلام كثير منا ربما لم نفكر هكذا ولكن الغربيون هكذا حللوا صدقا للنبي بأن أقرب الناس إليه آمنوا به فهذا أعظم دليل على أنه صادق فيما يدعي وفيما يقول وفيما يدعو الناس إليه تشتكي أوروب يكذب جد سام نفسكاركي أبيا برناتي عقل ما لعقلك باش بكن دبي دليل ما كو أم بيجن محمد پیغمبر خدايا دليل صلى الله عليه وسلم دبي إيمانا وان إنسان دوراوي ان نزیک انسان ایمان پیانی مثلا ایرو تتماشاد که شخصی که در تدبیع شیخم برید بجا دروات کبیه بریوی میرد بجا شخص بجا بیا حلال بیا حرام جناوی تشکی دید کرد وارش مرا بجا المال ظالم تشکی انسانیت المال تشکی دید کی پس ما موی یقینا که حوالی دبی تمام تش خلق را بجا ده تنکار حلال مبکی یعنی لورا خبردان کد بجا بلکه حتی آن دروکی کریج آن پیدا دروکا دید که خبردان اویا درو خبردان مالی اوا نوا ملت نوا حوالا نوکه هفه گلک جاره هم نوا ملت دا اوا افندی نها که امو حوال خوی قهوه یا چای خانه یا جی بیره خانه تسکنن اعوذ بالله چه تشی خرابش ده مدرته یعنی او قم خرابن و امتین جامعه تزبید دست مد سبحان الله مد بیجن یا جی کابرا تجارت اتکد نوا خلقی دا
به حلال و حرام مهمه کوب سر خود من هر شیطانی تجارت خودت که یعنی حیله کید که کابرا در ته سیاست که مثال از دولت خلاص کم انایل ظلم چه ببه کو فرصت که دستوی مال باب خلق خرات که نه و باب واجی مال خرات که فقط به تماشات که حضرت محمد علیه الصلاة و السلام وقتی که گو از پیغمبرم ان انسان نزدیک ایمان پیانین ابو بکر هواری بو پیغمبر چه گو از پیغمبرم گو هم تقبل کرد قدره و ندیدت حیات ویدا جناوی حضرت خدیجه 15 سال پر زوجاندی سال چلید کو پیغمبر 25 حتی چلید که 15 سال قد رو کی دروت دا ندید گو خدیجه خادم شاندیه نگو ترسم جنات نمتشکی گو نه ما جنات نظام تنه جنایی انسان کی میری راستی خدان خیری آلیکاری فقیره یتیم اقربای خود کی جن آلی تا ناینه یعنی حساب که جن که آنا به ظلامی تشکی جرا بجا والله مرنجم سیدا کی برفت دا آیات افخاینه و حقیقت نظر تکت یا جن هات نتا تشکی بتبیه یعنی تنه نورمالی تحت آنا وها نت کرد چه بیبته یعنی کابرا بلکی توبه کر یا ربیم توبه کر جنو یقین نکرد بیت تحت آنا تا شیطانیه کر تتکوده توبه کی فقط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که بی کلمه گو این نزیک یقین کنه گولا راست بیشی لورا یک جار کی تشتکی بچوک سر ندیدن کی کلمه که درو تدا ندیدن حیله کی تدا ندیدن گولا امام یقین کند پیغمبر خودی بنه چه قصد تشتکی مهمه کوی انسان راست به حواله وی ایمان ببینن گاوک حواله تا ناس تا جیران تا ایمان تبین یا لیکاریت بکن تبصر کبی لگاوک پسمام تا و حواله تا جیران تا بج ناولت تا گو راست وانگو چپ اما هران روحلات وانگو هران روج آوا تپر دناچی یعنی به شکلیت پیش داناچی انشاءالله مهنه کی فایده حیات وی پیغمبر دیت به انشاءالله صلی الله علیه و سلم و هم حیات وی چند رو پاش بردام بکن انشاءالله الى هنا نكتفي هذا الاسبوع بهذا القدر ان شاء الله الى ان نلتقي بعد 3 اسابيع ان شاء الله امامي سفر اسافر الى البلد ادعو الله عز وجل ان اذهب وارجع بالسلامه ان شاء الله وسامحوني وانا كمان اسامحكم قد نذهب ولا نعود فإذا متنا فسامحونا از چند رو پاش انشالله هر ولاد درو پاش سه هفته درس متنا خطبتنا يعني استنا بس اذا الفرا داومت که حق حلال کنج مرا دعاء بكن انشالله وحق مجد وحلال بلكي هم چونو مرن خدای نکه انا بمرده انا انشالله خدای جو راضی به انشالله مرن